ازيكم يا حلوين؟ وحشتوني جدا جدا، واهلا بيكم مرة تانية في حلقة جديدة. معاكم ميسون من قناة سموز لوك. اللي لسه مش عارفني اول مرة يدخل القناة معايا، النهاردة هتكلم معاكم على مشترياتي من ايفون. يا رب ان شاء الله تعجبكم، واللي مهتم بالحلقة يا ريت تتابع معايا الحلقة للاخر. بس ما تنساش تفعل الجرس بليز يا بنات، فعلوا الجرس، دي حاجة مهمة جدا للقناة عشان تفضل موجودة بيكم. ولو كان مهم بالنسبة لكم المحتوى اللي انا بقدمه بيفيدكم فعلا، فعلوا الجرس وما تنسوش تعملوا لايك وشير. ويلا بينا نبدأ. اهم حاجة هبتدي بيها المرة دي، ان انا كنت المرة اللي فاتت وعدتكم لما كنا بنتكلم برضو عن ايفون. اللوشن اللي هو الايفون كير اللي هو اللوشن ده، كنت كلمتكم عنه قبل كده وقلت لكم ان انا بستخدمه، بس ما كانتش ريحته حلوه بالنسبه لي، ما عجبتنيش يعني قوي. هي ريحته عامله زي الشجر كده شويه، فقلت اجرب نوع تاني. على الرغم ان هو ترطيبه هايل، ترطيبه ممتاز، عجبني بطريقه فظيعه. لان انا من الناس اللي بشرتها جافه جدا، وخصوصا في فصل الشتاء، لدرجه ان انا جلدي بيوجعني. اللوشن ده جاب معايا من الاخر، وحجمه كبير جدا جدا. ولكن انا ريحته اللي كانت يعني شويه كنت بحس ان انا يعني في شجر، ورق شجر كده، ريحته ورق شجر، بس الافكت بتاعه رائع بصراحه. فقلت المره دي اجرب اللي هو بالافوكادو. انا فوجئت ان ريحته حلوه قوي، ريحه جميله، بتحسسني ان انا استحميت من الاخر. ريحته عجبتني خالص خالص، والافكت بتاعه يا بنات رائع يعني. هو اصلا للدراي سكين، اللي هو الجلد الجاف، مكتوب عليه اهو فور دراي سكين. تمام. يا رب تكون بس الصوره واضحه. مكتوب عليه فور دراي سكين. ولكن وريحته جميله، بس هي متثبتش طبعا لان دي مش وظيفه اللوشن. هو بالافوكادو زي ما قلنا، وبيدي ترطيب فعلا من الغسله للغسله زي ما بيقولوا. حلو قوي قوي قوي، وناعم خفيف جدا، وبيتشرب بسرعه جدا، عكس اللي هو ايفون كير بيتشرب بسرعه وكل حاجه. بس تحس ان هو بيبقى محتاج ايه، شويه وقت كده. يعني شويه وقت ببساطه. الدنيا بتبقى شتا، بتبقى انت عايزه تخلصي تاخدي الشاور بتاعك وتدهني بسرعه كده اللوشن وتطلعي على طول، ما تطوليش. لكن اللوشن ده حلو ان هو تحس ان هو خفيف كده، عامل زي الميه، وبيديكي ترطيب كمان اعلى. حلو يعني، اللي حابب يجيب ده لقاه في الشركه يجيبه، اللي حابب يجيب اللي هو الايفون كير شجر شاي برضو ده هيمشي. لكن لو بتدوري على الريحه الحلوه، يبقى الايفون كير ريحته جميله جدا بصراحه، عجبتني قوي قوي. وطبعا في الترطيب الاتنين هايلين، مش هقدر اتكلم عن الترطيب لان هما الاتنين ادوا الغرض معايا بطريقه، فانا ببدل ما بينهم بقى يعني. وبعدين هيقعدوا معايا ممكن كمان للسنه الجايه يعني، هفضل استخدمهم صيف شتاء. بصراحه روائحهم جميله وتحفه جدا، لكن هي ما بتثبتش خلاص. الحاجة التانية اللي انا هتكلم عليها وهنقل بعد اللوشن، اللي هو كريم الايد. انا كنت كلمتكم برضو عن الكريم ده، اللي هو ايفن تون، سوري معلش. ده بالفيتامين سي، وقلت لكم ان كانت ريحته رائعة وجميلة، بيتشرب بسرعة، بيفتح على فكرة. لان انا كانت عندي مشكلة جامدة جدا، ان صوابعي كانت بيكون فيها غمقان شوية من الصوابع، من غسيل المواعين بقى وكده. ولكن اللوشن الكريم ده ساعد معايا جدا في ان الغمقان ده كله يروح. يعني مشكلة الناس اللي عندها المشكلة دي، بس انا عارفة ان هي مقلقة جدا لبنات كتير. استخدموا الكريم ده، حلو جدا جدا للموضوع ده. وغير ان هو بيرطب بطريقة جميلة، وريحته تحفة، وبتثبت جدا في الايد طالما بتستخدميه بشكل مستمر. قلت بقى اجيب اللي هو بزبدة الكاكاو، الكوكا باتر. معلش انا اسفه، الكاميرا اتهزت شويه. قلت اجيب اللي هو الكوكا باتر ده، برضو من الحاجات اللي عجبتني. 75 ملي برضو بزبدة الكاكاو. هو مكتوب عليه سوفتنج، هو فعلا سوفت قوي، وبيتشرب اسرع برضو من اللي هو الايفن تون. بيتشرب اسرع من ده، وملمسه ناعم جدا، انعم من التاني برضو. عجبني برضو، وبيتحط حلو للضوافر، حلو للايد نفسها، حلو على الاتنين بصراحه، حلو للاتنين يعني. انا برضو من الحاجات اللي عجبتني قوي، واللي ريحتها حلوه، وريحتها كلها كاكاو كده يعني. عارفين ريحه الكوكا باتر اللي هي ريحه زبده الكاكاو؟ هي ده ريحته كده بالظبط. ريحته حلوه برضو، مش وحشه. لكن لو جينا قارنا ما بين الريحتين، الريحه دي احلى من دي شويه. ده ريحته شويه كاكاو.
وبرده ريحه زبده الكاكاو مش وحشه، يعني ريحته حلوه برده، بتحس كده هي ناعمه، ريحه ناعمه جدا، لكن في الترطيب رائع. يعني الترطيب ده اقوى من الترطيب ده، ولكن ده تفتيحه اشد من ده. تمام، لو انت عندك مشكله في الغمقان او حاجه، ده تفتيحه اشد من ده ترطيب بس. والاتنين بنستخدمهم للايدين وللضوافر، حلوين جدا جدا يعني من الحاجات. وعلى فكره في انواع تاني برده من الكريمات الايد. معلش انا بكلمكم صوتي مغلق وعندي دور برد وكحه ما بتروحش معايا طول الشتاء يعني. طيب جبت ايه كمان؟ في برضو اللي هو البادي سبلاش اللي هو ليتل بلاك، اللي ما يعرفوش كبرفيوم رائع، من الحاجات اللي ما بتنزلش كتير في ايفون. هو بصراحه الباكينج بتاعهم مش قد كده، ما عجبنيش، ولكن الريحه نفسها حلوه قوي. هي ما بتنزلش كتير، عشان كده لما بينزل انا بجيبه على طول، لان الحاجات دي لما بتنزل بتبقى الريحه بتاعتها بتبقى ثابته. ريحتها على الرغم ان هي اسمها ليتل بلاك، ولكن الريحه بتاعتها هي بتتحط على الجلد مباشره. بس انا يعني ما بشجعش ان قوي ان احنا نحط حاجه على جلدنا ريحتها ناعمه قوي. لو تعرفوا ريحه كانت عندهم مشهوره جدا اسمها وومن اوف ايرث، قريبه جدا منها، ريحتها ناعمه وثابته، لان البادي سبلاش ده ما بينزلش كتير في الشركه، فلما بينزلوه اول شهر ليهم بينزل ثباته قوي جدا. من الروائح الهاديه الناعمه اللي بتثبت بنسبه كبيره في الجلد بعد الشاور بيترش، برضو من الحاجات الحلوه قوي وسعره مش غالي. تمام، هو اسمه ليتل بلاك، من البرفيومز المميزه عندهم. طيب ايه تاني بقى؟ انا مش عايز اطول عليكم بصراحه. ايه تاني انا جبت برضو الروج ده، هفتحه معاكم ثانيه واحده. هو طبعا بيبقى جاي متغلف خلاص. ده اسمه موف ماترز. هو مكتوب كده. بصوا زي ما انتم ملاحظين انا مش بيضه خلاص. انا كنت عايزه حاجه للبشره اللي هي الخمري دي، اللي هي لون بشرتي. انا لون بشرتي كده، هو اللون درجته كده تمام زي ما انتم شايفين. انا ما حبيتش اللون ده عليا خالص، لكن ملمسه والمط بتاعه حلو، ملمسه ناعم جدا، لكن انا ما حبيتش اللون ده عليا علشان انا بشرتي هو محتاج بشره فاتحه. يعني اللي عايزه تجيب اللي هو الموف ماترز ده وبشرتها زي بشرتي كده غامقه، لا ما انصحش انها تجيبه خالص. هو مكتوب الاسم هنا، ما انصحش انها تجيبه خالص، لان مش هيبقى حلو قوي على البشرات الغامقه. يعني انا بصراحه ما حبيتوش عليا خالص. وبعدين زي ما انتم شايفين بصوا انا مسحته اتمسح على طول، هو كمان مش ثابت. يعني لو حطيتيه وطلعتي بره اكلتي شربتي اي حاجه هو مش هيثبت معاكي خالص. لكن هو المط بتاعه كملمس كده لا حلو. يعني هو الروجات بتاعتهم حلوه، ولكن الدرجه نفسها اللي هي الموف ماتر ما عجبتنيش بصراحه، مش هجيبها تاني. يعني اسمها موف موتورز، مش هجيبها تاني خالص. قلت اجرب الدرجه دي بما انها ما عجبتنيش، وقلت افيدكم برضو واقول لكم لو درجتكم. لكن لو بيضه او درجتك فاتحه جيبيه، حلو، هيبقى حلو جدا. زي ما انتم شفتوا الدرجه بتاعته حلوه على البيض، لكن مش حلو لو حتى انت اول درجه في الخمري، مش هيبقى حلو عليكي. في حاجه تانية برضو جبتها من عندهم، اللي هو الكحل ده الكحل ده يا بنات اسمه جليمر ستيك خلاص. انا ما لقيتش الووتر بروف، هو مش ووتر بروف، هو ما فيهوش اللي هي اللمعه اللي بتبقى في حاجات كتيره عندهم. هو مط وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم ووتر بروف. الدرجه بتاعته هي طبعا هو لونه اسود، وفي من عندهم الوان كتير جدا. هو الجليمر ستيك ده خلاص. ثباته يعني هتغسليه هتعرقي لو في صيف او حاجه هتتشال بسرعه. يعني بصوا بيتشال بسرعه جدا، لكن ما بيعملش يعني ما بيهببش. يعني بصوا انا مسحته بايديا ما بيعملش الهباب اللي بيعمله انواع كتيره من الكحله. خلاص هو بصوا اتمسح وزي ما انتم شايفين كده نضيف، يعني بيتمسح بنظافه او بيتشال بنظافه، لكن مش ثابت بنسبه او بدرجه 100%. غير لما يبقى ووتر بروف هيبقى طبعا ثابت. هو ده الجليمر ستيك، قلت برضو اجربه. هو مش غالي مقارنه بانواع كتير موجوده في السوق. هو بصوا برضو هو بيتلف كده عشان تبقوا عارفين، هو عشان تطلعيه بيتلف كده، وبتطلعي على قد الاستخدام وبتدخليه تاني
فدي حاجه برضو من الحاجات اللي بتبقى كويسه، ما بيبقاش برايه ولا كده. يعني انا حبيت فيه ان هو ما بيعملش لون، ما بيعملش اللي هو الهباب الاسود ده اللي فيه انواع كتيره جدا بتبقى من الكحل بتعمله. ف يعني هو مش هقول لكم ان هو احسن حاجه، بس حبيت برضو اعرفكم ان هو ما بيثبتش بنسبه، مش زي انواع بتثبت بال 24 ساعه او ووتر بروف لو جات عليه ميه ما بيتشالش، لا هو بيتشال بمنتهى السهوله. تمام. اخر حاجه بقى هتكلم معاكم فيها اللي هي رير اونكس. رير اونكس هوريكم شكلها من جوه الاول وبعدين نتكلم عنها. هي لون علبتها اسود وانا مش عايزاكم تتخضوا عشان هي لون علبتها، هي علبتها شيك، بتيجي جايه متسلفنه كده، جايه يعني انا فتحت السلوفان الاول قبل ما اصور معاكم. ما بتبقاش جايه مش زي مثلا سليبر او سليبر او كده، لا دي جايه متسلفنه، وده شكل الازازه من جوه وده شكل علبتها. نتكلم بقى شويه عن الرير اونكس دي. كنت خايفه وقلقانه منها علشان لونها اسود بصراحه. من الاول كده انا كنت خايفه ان انا اجيب برفان لونه اسود، فقلت ايه ده، انا حاسه ان هو هيبقى ماشي على رجالي شويه. هي اي حاجه رير اصلا عندهم هايله بصراحه، في اللي هي اللي زيها العلبه اللي لونها ابيض، كنت حباها جدا، كانت درجه ثباتها رهيبه فظيعه، وقلت اجرب الاسود منها، بس زي ما قلت لكم كنت خايفه منها. ولكن انا اتفاجئت بقى بريحتها، ريحتها كلها شياكه، هي مش ناعمه بنسبه 100% بس هي ريحه شيك خلاص. اول ما رشيت منها حسيت بشياكه واناقه كده، وحاجه مش عارفه اوصفها غير اللي انتوا لازم تجربوها عشان تعرفوا اللي انا بقوله. يعني انا حبيت ريحتها قوي. وهقول لكم شويه مواصفات عنها كده اللي هي بتبقى موجوده في الكتالوج بتاعهم برضو، بس انا يعني ما بحبش اهتم قوي بالمواضيع دي، بس في ناس بتحب، عشان اكون كلمتكم برضو باستفاضه عن البرفيوم ده، في ناس بتحب انها تعرف مكوناته ايه، اول ما بيترش بيبقى ريحته عامله ازاي، طب لما بيستنى شويه طب لما بيقعد مثلا ساعتين بيتحول لايه. فانا هكلمكم سريعا كده عنه. هو طبعا اول حاجه بتبان فيه ريحه المشمش، وبعدين لما بيقعد شويه بتبان ريحه اللوتس، زهره اللوتس طبعا، وبعد كده القاعده بتاعته اللي هي العنبر، وده اللي هي الريحه الطاغيه بقى عليه قوي، اللي هي بتحسيها لما بتقعد فيكي شويه. ماشي. هو شويه مسكر كده، تحسي ريحته شويه مسكره، لما بيهدى البرفان شويه بعد ما بترشيه بساعه ولا حاجه، بتبتدي ريحه اللوتس بقى بتبان. هو زي ما قلت لكم برفان شيك، مناسب جدا للصبح، للظهر، بالليل، للمصيف، مناسب لكل الاحوال. لكن مشكلته الوحيده ان هو مش بيثبت بدرجه فظيعه، ممكن يتساب يتعتق هيثبت. يعني انا مع ان انا لو عتقت اي برفيوم في الدنيا هيثبت على طول. كنت زي ما قلت لكم كنت قلقانه ان علبتها لونها اسود، فكنت قلقانه ان انا اجيبها، لكن الحمد لله ما جبتهاش على الفاضي. يعني ان شاء الله لو حابين تجربوها ما تقلقوش جيبوها، هي ريحتها شيك قوي زي ما قلت لكم. وفي منها البيضه كمان جميله جميله جدا جدا، ريحتها مش ناعمه ولكن ثابته بشكل فظيع، برضو رير بس مش اونكس خلاص. اللي زي ما قلت لكم الاسود بتاعها ما يخوفش، جيبوه وجربوه. برضو ده اللي هو البادي سبلاش ليتل بلاك، من الحاجات الحلوه اللي ما بتنزلش كتير، واول ما بتنزل يا ريت برضو تجيبوها وتجربوها. ويا رب يكون الريفيوز اللي انا عملتها النهارده عن شويه المنتجات اللي انا جبتها عجبتكم، يا رب اكون افدتكم. واللي عجبه الفيديو يا ريت ما ينساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويا ريت تفعلوا الجرس يا بنات. انا بقولها كتير، انا عارفه انا زهقتكم، بس والله ده هيدعمني جامد، وان شاء الله هيعلي القناه بيكم. ويا رب تكون زي ما قلت لكم الحلقه عجبتكم. يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كانت معاكم ميسوم من قناه سموز لوك، واشوفكم في حلقه جديدة.